السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم هنعمل شيش طاووق بتتبيلة سحرية. بس قبل ما نبدأ الوصفة، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ويلا مقادير: معايا قطع فراخ سوا صدور أو سوا أوراق اللي انت حباه، ومعايا مستردة، ومعايا صويا صوص، ومعايا دبس رمان وصلصة، ومعايا هريسة شطة، ومعايا فلفل ألوان وتوم، ومعايا بهارات. هنزل بقى في محضرة الطعام، هنزل كده ببصلة وطماطمية. عامة انا بحب احط بصل وطماطم وفلفل في التتبيلة بتاعتي، وبالذات لما اكون هتبل بها دجاج. هنزل بقى بتوم، وهنزل بطماطمية، وهنزل بفلفل، وهنزل برضو بفلفل الوان. تمام كده. وبعلبتين زبادي عندك هنا بتطري الانسجه معاكي وبتخلي الفراخ معاكي طريه في الاكل وما تبقاش شاده. معلقه صلصه، ونص معلقه هريسه شطه، واللي مش حاببها يستبعدها. ومعايا معلقه كاتشب، ومعلقه مستردة، وهنزل معايا كمان بدبس رمان. تمام كده. وبصويا صوص، وبعصير ليمون، وهنزل بخل، بهارات دجاج، ومعايا فلفل اسود، ومعايا ملح وبابريكا، ومعايا السبع بهارات، ومعايا بودرة ثوم وبودرة بصل. تمام كده. هضربهم كلهم مع بعض، وهنزل بهم في بولة، وهنزل بالقطع الدجاج اللي معايا. طبعا انا غسلاها بطحينة، وغسلاها بليمون، وغسلاها بدقيق وبخل، ومنشفاها وزي الفل. هنزل بقى فيها في التتبيلة، وهنزل بقى بالملح بتاعي اظبطه لان ما كنتش حطيت ملح. هظبطه معايا، وهسيبها بقى على الاقل ساعتين في التتبيله، ويستحسن لو هتعمليها من بالليل. هقطع انا بقى الفلفل بتاعي والحاجات اللي انا هعملها مع الشيش طاووق. هتقطع بقى قطع كبيره، ما تخليهاش صغيره عشان ما تتحرقش منك بسهوله. هتقطعي بقى الفلفل الالوان. معايا هنا فلفل الوان اصفر، ومعايا فلفل احمر، ومعايا فلفل اخضر، ومعايا بصل، ومعايا طماطم بس انا منقيها صغيره شويه. يستحسن لو طماطم شيري تبقى جميله قوي، بس انا ما كانش عندي الصراحه. هقطع بقى كل الفلفل بتاعي ده واحضره كده. انا عامه كنت عامله التتبيله، كنت عاملاها من بالليل، وجيت شلتها الصبح كده، وحضرت بقى الحاجات بتاعتي: الفلفل والبصل والطماطم والحاجات اللي انا هعمل بها الشيش طاووق. تمام. الحاجات كلها كده جاهزة معايا، وكل مكوناتي مظبوطة. العصيان بتاعتي بقى بتاعت الشيش طاووق هحطها في مية اغسلها الاول عشان ما تتحرقش معاكي لما تحطها على الشواية. وحطيت برضو كده حطيتها في مية برضو معايا، واخد منها واعمل. بس العصيان بقى بتاعت الشيش طاووق بتاعتي كانت حاسة ان هي مش محملة قوي، فبقيت اضيف 2 مع بعض، عصايتين شيش طاووق او 3 مع بعضهم، علشان تبقى محملة كده وتشيل معايا. انا لقيتها ضعيفة جدا عن ما بشتريها كل مرة. تمام كده. هضيف بقى، ودوت بقى متروك ليكي وانت حرة الاختيار بقى. تحطي الفلفل الاول، تحطي الفراخ، تحطي الطماطم، براحتك انت بقى. ديت انت حرة الاختيار. بس تحاولي كده تعملي فواصل بينهم وبين بعضهم عشان الفراخ تاخد سواها كويس وهي على الشواية، عشان ما تبقاش مضغوطة او جنب بعضها. تمام كده. هنزل برضو بطماطم الاول، وبعد كده قطعة من الفراخ. وعايزة بقى تحطي 2 3 4 حسب عصاية الشيش طاووق معاكي. انا اللي معايا هنا متوسطة، لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، عشان انا عندي الشواية بتاعتي متوسطة الحجم مش كبيرة. تمام كده. هخلص بقى كل الشيش طاووق بتاعي. طبعا اما بتسيبيه في التتبيلة من بالليل، الانسجة بتاعت الفراخ بتبقى حلوة وطرية معاكي، وبتستوي معاكي بسرعة. انا اللهم بارك، انا ما خدتش مني وقت في التسوية خالص خالص. وبرضو لو عملتها وقعدتها ساعتين برضو ما بتاخدش برضو معايا وقت، عشان علبتين الزبادي اللي انا ضايفاهم دول. و... وبالنسبة اللي انا لعلبتين الزبادي هتقولوا كمية كبيرة وكده على الكيلو اللي الدجاج. لا، انا اخدت كمية وسبت كمية تانية لان كنت بتبل فيها حاجات تانية. هنا جيت اجرب عصاية الشيش طاووق ان هي تشيل على 2، مش محملة خالص.
مش محملة، مش زي ما انا بشتريها كل مرة. وهي بس انا لقيتها مناسبة للشواية بتاعتي، يعني عشان ما تبقاش العصاية كبيرة قوي على الشواية وباقي الحاجة ما تستويش، لان انا بصراحة بكسل اولع شواية الفحم، فبستسهل انا الشواية الكهرباء. وهنا بقى الشواية الكهرباء بتاعتي شغلتها، ولازم احط مية كده في القاع علشان تطر الانسجة معايا، ما تبقاش الفراخ معايا ناشفة، لان لازم يكون تحتها مية. البخار ده اما بيطلع بيطر معاكي الحاجة اللي انت بتشويها، انما لو ما فيش مية بتلاقي الحاجة اللي انت بتشويها كده ناشفة ومش حلوة. هنزل بقى بعصيان الشيش طاووق بتاعتي. طبعا انا مسحت الشواية بعد ما سخنت كده، مسحتها مسحة زيت، ونزلت بقى بعصيان الشيش طاووق. برضو انت مش هتغلبي، ما عندكيش شواية يبقى اي جريل على البوتاجاز هتمسحيها برضو مسحة زيت بعد ما يكون سخنت قوي، وتنزلي بعصيان الشيش طاووق. ما فيش فرق ما بينهم هما الاتنين، هنا الاتنين ماشيين مع بعض والاتنين استووا مع بعض كده تمام. وكل شوية كده تقلبيها علشان ما تتحرقش منك من على وش واحد، يعني كل شوية تقلبي على الوش التاني لحد ما تستوي معاكي، ما بتاخدش وقت عامة، وهي نفس النتيجة سواء انت مسوياها في الجريلا او مسوياها على الشواية. انا هنا كان الفيديو فصل وما صورش، بعد ما خلصت انا كنت عملت لها قطعة فحم كده وحطيتها عليها وقفلت عليها كويس. هنا بقى هعمل طحينة، نزلت بفصين توم، ونزلت بطحينة، ونزلت بعلبتين زبادي، ونزلت بقى ببهارات فلفل اسود وملح وبابريكا، ونزلت بمعلقة خل وبعصرة ليمونة. وهتقلبي بقى الطحينة بتاعتك كده تقلبها حلوة. وكنت عاملة جنبهم رز بسمتي، كان جميل وكانت أكلة حلوة. والله كانت أكلة كده يعني جت على السريع، الولاد طلبوها مني بالليل، فقلت خلاص هقوم أنا عندي فراخ هقوم أتبلها، وسبتها للصبح وقمت عملتها على طول. لو وصلت لحد هنا صلى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا كده ديت النتيجة النهائية، الشيش طاووق معايا مستوي وحلو، شوف الجمال، والأنسجة بتاعت الفراخ مستوية، والعلم ان دي صدور ما هياش وراك، يعني كمان لو كانت وراك كانت هتبقى اجمل كمان من كده. ومعايا الطحينة ومعايا الرز. يا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم، اتمنى تجربوا الوصفة وتقولوا لي في تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.